انا ما كنت بتكلم عنها، لكن تكلم عنها ادم اليوم، طلعت في الحلقه. انا استغربت انها طلعوها في الحلقه، فجتني الجرأة اني اتكلم. ايش سبب انفصال الوجدان مع علي؟ مو علشان حركتك انت يا زكيه في المسبح يوم طلع، مو عشان حركتك انت يوم طلعت على اكتاف علي؟ برضو هنا الاطفال ما يشوفون يا زكيه، احمد ربك انه شالوها، بس برضو رجعوا الكلام تكلموا عنه. انا ليش تكلمت؟ يجيني احد مثلا يقول لي لا تفضح احد ولا تفضح، لا هم تكلموا عنه اليوم، انا ما كنت بتكلم والله. حتى الفانزات مع عندي امس قالوا لي ايش سبب انفصال علي مع وجدان؟ والله ما رضيت اقول لهم وانا متهاوش مع زكيه. امس يوم السالفه صارت ما رضيت اقول لهم، بس يوم شفت الحلقه اليوم شو اسمه ادم يقول لها انا ما عجبتني حركتك وانت. قالت شو حركتي؟ عشان طلعت فوق كتاف علي؟ احنا اتفقنا احنا يا البنات يعني. وضحت السالفه. فهذا سبب انفصال وجدان عن علي. طيب انت يا زكيه شايفتنا ماكلين لحم خنزير؟ احنا عندنا الشباب البنات عندهم غيره، اوكي مهما كانوا متفتحات بس برضه يكون في غيره. انا ما ارضى اشوف حبيبتي او يركب فوق كتافها شاب، فما بالك بنت يركب فوق كتافها شاب؟ ما حد يرضاها. اذا انت عندك الموضوع عادي تسوين اللي انت تبيه، احترمي علاقات الناس. هذا اللي ما عجبني انا في زكيه، احترمي علاقات الناس. انا يوم اشوف ناس كبل ابتعد عنها. روحي دوري لك واحد سنجل، سوي اللي تبين معاه، ما حد يقدر يجبرك على شيء انت تبيه. انت تبيه